رسالتي لمجلس إدارة النادي المصري، أنا عارف إن الفرقة وضعها في الجدول بتاع الدوري مش وحش، أنت عندك 9 بونت بس من 6 ماتشات. ممكن تكون أنت في وسط المعمعة دلوقتي ولسه في أول الجولات بتاعت الدوري، ومع الوقت ممكن عامل التوفيق يبدأ إن هو يشتغل معاك بشكل كويس. لكن لو أنت بتفكر بالمنطلق وبالمنظور ده، ما تدورش على بطولة وما تدورش ان انت تكون موجود في مربع ذهبي. هتبقى موجود زيك زي اي فرقه في الدوري، بقى اللي صرف زي اللي ما صرفش. انت بتتكلم على فرق ما صرفتش ربع اللي انت صرفته ولا صرفت 10% من اللي انت صرفته، ومع ذلك عندها 8 بونت وعندها 10 بونت وعندها 11 بونت، وند قوي جدا جدا لكل الفرق. النادي المصري الشكل والاداء اللي هو بيظهر بيه ما يليقش باسمه ولا يليق بجماهيريته. انت اقل فرقه في الدوري مستوى، واقل فرقه في الدوري معدلات تهديفيه، واكتر فرقه في الدوري دخل فيها اهداف. انت متخيل؟ وده على فكره مش تقليلا من كابتن علي ماهر ولا الاداره، بالعكس الاداره ما اثرتش في اي حاجه، بالعكس جابت كل الاحتياجات بتاعه الجهاز الفني. كابتن علي ماهر مدرب كبير ومدرب كويس، وده مش كلامي عشان الناس ما تقولش اصل حسام بيقول على كابتن علي. انا بقول حق ربنا وعدل ربنا، الراجل ارقامه مع كل الفرق اللي هو اشتغل من خلالها ممتازه. فما ينفعش ان هو عشان اشتغل فتره معينه مع النادي المصري وعمل فيها اخفاق مثلا او ما كانش موفق، ان انت تغفل له مشواره والمميزات اللي هو عملها مع الفرق اللي قبل كده. ورغم ان هو كان عنده فتره صغيره برضو مع النادي المصري قبل كده نجح من خلالها ووصلك لعيبه افريقيا. لكن هي النقطه انت مش موفق، ايه المشكله؟ مش عيب، انا ممكن اجيب زين الدين زيدان ذات نفسه ويمسك الفرقه وما يبقاش موفق ويخسر وامشيه واقول له سلام عليكم، ما هي الكوره كده. فلو انتوا بتفكروا ان انتوا تدوا الكابتن علي ماهر فرصه ماتشين 3 كمان عشان تشوفوا النتائج هتمشي ازاي، وبناء على النتائج سواء سلبيه فاحنا نمشيه او ايجابيه فاحنا نخليه، لا، لو انت بتفكر بالمنطق ده يبقى خليه يكمل لحد اخر السنه وما تغلطش نفس الغلطه بتاعت السنه اللي فاتت، ان انت تروح تتعاقد مع مدربين بعد كده بعد فوات الاوان، ويا عيني الناس اللي تيجي تشيل اخطاء مش بتاعتها وتتحمل اعباء وضغوطات وانتقادات وليله مش بتاعتها خالص، وبالتالي ده هيأثر على ادائها ويأثر على قيادتها للفرقه من خلال مشوارها في الدوري. يا اما لو انت بتفكر كده خلاص مشي بقى من دلوقتي، وعندك فتره توقف 28 يوم شهر كامل تقدر تجيب فيه مدرب اجنبي، تجيب مدرب محلي. انا افضل الاجنبي، هيجي يتحمل الضغوطات ولا هيعرف زيد ولا هيعرف عبيد، اللي هيلاقيه كويس هيلاعبه، هو عايز ينجح، اللي هيلاقيه كويس هيلاعبه، وعندك فرصه وعندك فتره طويله يقدر يصلح من خلالها الاخطاء. انما غير كده لا، هتبقى في مشاكل كبيره جدا للفرقه، لان اللي بيحصل في الفرقه ده مش طبيعي، مش طبيعي. حتى اللعيبه اللي انت جايبها اللي كانت مدغدغه الدنيا في الانديه بتاعتها المحصله بتاعتهم زيرو، شخصيه اللعيبه حتى مش موجوده. ده انت لو خليت يعني كابتن الفرقه يحط تشكيل وينزل يلعب هيقدم مستوى افضل من كده، حتى لو انت معكش جهاز فني خالص. فعلى فكره الموضوع مشترك، يعني الموضوع مش كابتن علي بس، لا، كابتن علي واللعيبه برضه. ما المفروض ان اللعيبه اللي انا جايبها دي انا مش جايب لعيبه ناشئين، انا جايب لعيبه عندها خبرات، اقل واحد فيهم لاعب 5 6 7 8 سنين في الدوري وبيلعب في انديه كبيره ومدفوع فيها ارقام رهيبه، وبيجي يقعد يتلت ويتشرط عليك. ما هي مش كل حاجه برضو الجهاز الفني، وانا ما بدافعش عن حد على فكره عشان ما حدش يقول حسام بيدافع عن الجهاز او اللعيبه. انا بتكلم العدل ربنا، وبتكلم بحق ربنا. مجلس الاداره تعب جدا السنه دي، مجلس الاداره صرف كم مصاريف غير طبيعيه السنه دي، وكان عليهم انتقادات رهيبه في بدايه السنه، وموضوع احمد عيد وموضوع احمد ايمن وموضوع غلاس قناوي والصفقات ومين راح ومين ما جاش وفشل مش عارف ايه ونجح مين، كانوا مضغوطين. وبالتالي الناس ما قصروش على فكره، الناس جابوا لك المتاح في السوق، افضل حاجه متاحه، افضل حاجه متاحه في ظل امكانياتك الماديه والمساحه اللي انت بتشتغل من خلالها. ما قصرش معاك، بالعكس جاب لك كل احتياجاتك، رغم ان هو عرض على الجهاز الفني لعيبه كتير تانية قبل كده، وبالتالي الجهاز الفني رفض وقال لك لا انا عايز سين وصاد واختار، وعمل فتره اعداد وسوى وكده. عشان كده الناس بتهاجم الجهاز الفني، وهي دي الكوره، النتائج دايما هي المحصله الاخيره وهي المقياس والترمومتر اللي انت بتقدر تقيس عليه. فاتمنى ان الفتره اللي جايه او القرارات اللي هيتم اتخاذها سواء من مجلس الاداره او من الجهاز الفني لو هيكمل او ايا كان، تبقى قرارات في مصلحه النادي وتبقى قرارات موفقه ان شاء الله باذن الله.